ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ اهلا بيكم في محاضرة جديدة من المحاضرات المجانية. المحاضرة دي احنا هنبرمج فيها شكل واحد من الاشكال دي اللي مش فاهم هي عبارة عن ايه. هي ده شكلها من الجنب كده، دي قراية بيتحط عليها الكتاب وبيقف القارئ بيبقى واقف هنا. تمام، احنا جات لنا الشغلانة دي وصممناها وهنبرمجها قدامكم لعل وعسى حد يستفاد، واي حد محتاج تفاصيل عن الكورس احنا بنشرح ازاي صممنا الحاجات دي، وكمان هنشرح الفكرة جت منين يعني. وكل ده موجود على قناة التليجرام المخصصة للمشتركين. اي حد عايز يشترك في الكورس او محتاج اي استفسار او اي معلومة عن الكورس يقدر يسيب لي اي كومنت او يقدر يكلمني على الرقم اللي هسيبه تحت الفيديو. طيب احنا هنخرج الشكل ده من الراينو. هنروح هنا عند فايل اكسبورت سيلكتد وهنختار الصيغة بتاعتنا، هنجيبها دي اكس اف وهنسميها بره اي حاجه. انا كنت مخرجه قبل كده باسم فيكتور اهوت. هقفل الراينو مش محتاجه، دخلته على الارت كام بالشكل ده. دلوقتي اللي انا محتاجه ابرمج، عايز بونتا في تنزل تحفر في الارضيه وفي الحتت دي. كل اللي انا هعمله ان انا هعلم على ده كده، هلغي ده من السلكشن واروح على تول باس، وقدامي حل من الاثنين، يعمله بفي بت كارفنج او بسمارت انجريفنج. طبعا اغلب الناس عارفه الفي بت كارفنج، فخلينا نتكلم عن السمارت انجريفنج. هقول له الفينش ديبس 8 مللي، وهاجي هنا في ترتيب البونط هقول له ان انا عايز اشتغل ببونطه 60 مثلا، بونطه زاويه 60، وهقول له ان انا عايزه اوفست، وهعلم على الثلاثه اللي تحت بعض هنا اللي هو دو كورنر شارب، يخلي لي الحواف حاده، اونلي سمارت انجريف بروفايل وبروفايل اونلي، وهقول له كالكوليت ناو. بيقول لي يعني ان في اوبن فيكتور، هقول له مش مشكله. اوكي، طبعا مش اي شكل بينفع مع السمارت انجريف او الفيبت كارفنج. الفكره يا شباب ان انا لازم كل الاشكال بتكون مقفوله بطريقه معينه علشان تسمح للبنطه ان هي تعدي وتمر بين الاشكال زي ما انتم شايفين كده. طيب ده احنا بنعمله ازاي؟ ده طبعا كل حاجه مشروحه بالتفاصيل في الكورس. انت هتدخل ما تعرفش اي حاجه عن المجال، هتخرج منه ان شاء الله بعون الله قادر اي شغلانه تجيلك تقدر تنفذها بكل احترافيه وبوقت قليل جدا. انا هاجي هنا وهعمل هنا سي وهنا سي علشان اقطع الضلعين دول، وعايز اقطعهم من تحت كمان، من هنا سي ومن هنا سي. هروح اعمل بنطه بروفايل وهاخد الضلع ده والضلع ده واقول له اوتسايد 22 مللي، بنطه القطع بتاعتي 6 مللي، وهاجي هنا في الاعدادات بتاعتها هقول له الستيب داون بتاعها 5 مللي مثلا، اقول له كالكوليت. هو هنا شقلب لي الدنيا، عمل لي الخط بتاع بنطه من جوه الخط اللي هو ده، وطبعا الاختلاف ده بيبقى بسبب نقطه البدايه بتاعه الخط سواء فوق او تحت. فاللي انا هعمله بكل سهوله ان انا هاجي هنا اقول له انسايد وخلاص، وهو هيقلب لي الخطين يخليهم بره كده. انا ما عنديش مشكله في الموضوع ده. طيب انا في برمجه لسه ناقصاني بس مش هوريها لك دلوقتي. الاول خلينا نعمل سيميوليشن. عايزك تخمن بقى المشكله هنا في ايه، او ايه اللي شكله وحش يعني. بص كده، الاماكن دي المفروض ان الاماكن دي ما بتبقاش عاليه كده. الاماكن دي المفروض ليها ان هي تكون غائره نازله لتحت. دي احنا ممكن نعملها واطيه وممكن نسيبها عاليه كده برضو. طيب الموضوع ده انا هعمله ازاي؟ عموما انا هاجي هنا على ال2 دي، الخط بتاع البونتال في موجود عندي لسه زي ما هو، ما عملتش اي حاجه. بص انا هروح على السمارت انجريف، هدوس عليها دوستين علشان تعلم لي على الشكل اللي انا اشتغلته، وهروح اعمل اوفست. تمام، في الارت كام الموضوع حلو بالنسبه لي في موضوع الاوفست ان انا اقدر ادوس هنا واسحب، بيسحب لي معاها خط يعمل لي هجيبه على الخط بتاع البونتال في، بس ممكن اجيبه قبلها بسنه صغيره بحيث لو في سنه رايش ولا حاجه البونطه تاكلها في سكتها. تمام، يعني ممكن يبقى ايه بالشكل ده. وهقول له كنترول جي اعمله جروب علشان السلكشن ما يضيعش مني، وهقفل ده كده وهقفل ده كده، وهروح على تول باسز وهاجي تحت على البنطه الاريا كلير وهضيف له هنا بنطه 6 مللي تنظيف مثلا، وهقول له الفينش ديبس 8 مللي زي الفي بالظبط، وبعدين هقول له كالكوليت ناو. طيب تعال نشوف بقى ايه اللي حصل معانا. احنا ممكن نعتمد على كده وممكن نعملها اوفست احسن. يعني ايه اللي هيحصل في الاوفست؟ طبعا هنا في اختلاف في الشكل. يعني لو تبص على راستر بيبقى كده خطوط مستقيمه، لا انا هخليها اوفست علشان يطلع الفينش انضف. تمام، وبعدين هروح على سيميوليت
simulation وهاعمل simulation لكل حاجة. طيب دلوقتي بص هنا في حتت هنا فاضية اهيت، الحتت الصغيرة دي أصلا هتلاقيها بتطير، أو حتى لو ما طارتش تقدر بالأزميل بكل سهولة إن أنت تشيلها، مش هتسبب لك أزمة. وزي الحتت دي مثلا كده، دي بتبقى حتت صغيرة جدا وتقدر إن أنت بسهولة تشيلها. أو لو مش عاوز تدخل إيدك في الموضوع خالص، فأنت تقدر هنا تضيف بونت 3 مللي. طبعا أنا شايف الشكل روعة، ودي من الحاجات لما بتتعمل بتكون شكلها مميز جدا وبيكون سعرها كويس جدا، وانت مصنعيتك بتكون فيها كويسة برضو خالص. بس كده، ودي كانت محاضرة النهاردة، هي محاضرة مجانية سريعة، احب ان انتوا كلكم تستفادوا منها. واي حد، وطبعا كل الكلام ده مشروح بالتفاصيل في الكورس بتاعنا، اي حد محتاج اي معلومة او اي استفسار، او محتاج يستفسر عن الكورس، يقدر يكلمني في اي وقت يقدر يكلمني على واتساب او على الرقم اللي انا هسيبه لكم تحت الفيديو. واشوفكم على خير في المحاضرة الجاية.